يعني اكيد ده شاغل 3/4 ستات مصر. ماشي. دلوقتي اغلب الرجاله في سن معين كده بيبتدوا ان هم يعني يتعددوا في العلاقات شويه. اكيد. طيب هل ده بقى بيبقى خيانه ولا دي ازمه منتصف العمر؟ خيانة ضمن أزمة منتصف العمر. يعني الخيانه ملهاش مبرر. الخيانة كده كده ملهاش مبرر، ملهاش مبرر. لكن في عوامل بتخلي ده فرصة حدوثه أكتر. أزمة منتصف العمر مم. بيكون الشخص عنده اضطراب في صورته عن نفسه وصورته عن علاقاته وصورته عن إنجازاته، بيبدأ يحس إن حياته ضاعت. مشكلة بقى لما ده ما نتعاملش معاه بطريقة إيجابية محترف، يبدأ يصدق الفكرة الخاطئة دي وهو إن حياته راحت هباء. فواحدة من الحاجات اللي هيحاول يغيرها مم. هي أسرته أو مم. زوجته، لأنه هو معتقد إن هو لو راح لواحدة جديدة أصغر شوية يعيد إحياء حياته. دي فكرة مغلوطة عنده، مم. لكن احنا محتاجين نعرف ننبه الرجال ليها من قبل كده عشان يفهموا إنها فكرة مغلوطة، أو لو دخلوا فيها وده وارد يبدأوا يلجأوا لحد حكيم أو طبيب متخصص يبدأ يفهمهم هم محتاجين يفكروا في إيه وايه فعلا اللي محتاج يتغير، اللي ممكن يضيع حياتهم اكتر بدل ما يصلحها زي ما هم متخيلين.